الخشاف والدايت، هل هو عدو للرجيم ولا صديق؟ معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات وأطفال وذوي أمراض مزمنة. الخشاف مشروب من المشروبات التقليدية المشهورة في رمضان، واللي بيبقى ماشي على دايت بيخاف يقرب منه. طيب تعالوا أقول لكم نقدر ناكل منه ولا لأ. هو أولا عبارة عن فواكه مجففة، تين، مشمش، قراصية، زبيب، جوز هند، تمر طبعا. وكل الحاجات دي، كل المكونات دي مليانة عناصر غذائية. مثلا الألياف، في ألياف بتحسن الهضم وبتزود الإحساس بالشبع. كمان في سكريات طبيعية بتدي طاقة سريعة بس في حدود، يعني ما كلش منها كتير. طب تمام. في فيتامينات، وفي بوتاسيوم وفي مغنيسيوم وفي كمان حديد. طيب هو مش ممنوع في الدايت، بس مكوناته لازم تتحط سعراتها محسوبة، ولازم اتحكم في مكوناته. زي مثلا التمر سعراته عالية، يبقى هستخدم منه كمية قليلة. اللبن كامل الدسم بلاش منه، خلينا في خالي الدسم او نعمله بمية. السكر المضاف هحاول ما ازودش سكر واكتفي بس بالسكر اللي موجود في الفواكه المجففة. طيب هستخدم منه كمية قليلة وهكتفي بس بحبة او خليها حبة واحدة من كل نوع. والتمر هكتفي منه بحبة واحدة. هضيف مكسرات، صحيح العين الجمل واللوز مفيد جدا بس كتره مش حلو، لما كتره هزود السعرات، يبقى هحاول اقلل. تمام. طيب اقدر اشرب الكوبايه دي امتى؟ ليها مواعيد، ما ينفعش افطر بيها اولا عشان كل الناس بتفطر بيها. انا هفطر بيها يبقى هاخد سعرات عاليه جدا وهفضل اكل ومش هشبع. اما لا اخدها امتى؟ هاخد كوبايه صغيره يا اما بعد السحور، ودي هتساعدني ان انا احافظ على الشبع فتره كبيره وكمان معطش. طيب ايه تاني؟ امتى تاني؟ ممكن بعد التمرين هاخد منه الطاقه المفقوده. كمان ممكن اخده بعد الاكل وبين الفطار والسحور كوجبه غذائيه سناك. الخلاصه الخشاف مش ممنوع، ولو كلته الدنيا مش هتبوظ، بس اكله بطريقه محسوبه من غير ما يزود الوزن. احضره بطريقه صحيه واتحكم في الكميه والوقت اللي هاخده فيه. انتم بقى مين جرب يدخل الخشاف، كوبايه الخشاف في الدايت؟ شاركونا تجربتكم في الكومنتات.